طب قول الله يرحمه، قول الله يرحمه، قول الله يرحمه. عيد يا عيد. لا ما ماتش يابا. لا ما ماتش يابا. يا رب الكلام اللي وجع القلب ده يا ربي. ليه يا رب بس. طالعه بره اني جري لقيت لك بقى ما حدش يشوف ناره، ما حدش يدوق ناره. الاقي لك ابني عايم في دمه في روح العمود، راقد عايم في دمه في روح العمود، الرجاله بتشيله مش عارفين يشيلوه ومغم. يا ريته بصلي، لو كان بصلي ده نايم كنت مهبط نار، انما الرجاله بتشيله مش عارفين يشيلوه. عمه من انصراعه شال الواد غمره، خد الواد في حضنه غمره غم. اديني قلبك الصبر بي عشان يسد نار ابني. جم شادين من على دماغ الخماع وكنت مجرح ابني بس يخسر. كان ابني من الصف، كان ابني من الصفي. انا شفت مرزر ابني نزل جال الصراع، جال الصراع. رد فعل اهله كان ايه؟ يعني عادي، جت لقيته مقفول في البلكونه بيتفرجوا عليه؟ لقيته مقفول في البلكونه. بص لابنه هو على دراعه عيل زي ده ما صعبش علي وهو بيقتله. والله ابني ما بورني الحمد لله. ويقول لي يا ماما عمو ضرب، اقول له لا بابا سافي، بابا سافر جاي ساعد. يقول لا يا ماما ده عمو قتله بالسكينه كده. ما صعبش عليه الولد؟ لا ابدا. يصعب عليه ازاي؟ واحد سيدي مجري كان بيضرب امه، كان بعد مسك الطاقه في دماغ اخوه بالحزام فتح دماغه نصين. لقيت واحده جارتي بتقول لي يا فاتن روحي، كنت في محل يعني، قالت لي بروحي بص على اخوكي. انا طول عمري ما بستحملش فيه حاجه، لسه ما فيش الا هو. اصل انا اللي ربيته، هو مش اخويا ده ابني، انا اللي ربيته وكبرته وجوزته. كانت امي بتطلع مع ابويا تشتغل وكانوا بيسيبوهولي، انا اللي ربيته والله. دي كان حته مني. قالت لي يا فاتن روح بص على اخوك. بقول لها مال اخويا؟ قالت لي يا شيخه ما فيش، ده باين متعارك مع واحد في شارعكم. قلت لها تعور حصل له حاجه؟ قالت لي باين تعور حاجه بسيطه، اصل انا شفت والدتك بتجري على المركز وبتلطم على صدرها وبتقول يا حبيبي يا ابني. فانا جوزي نازل لقيت مرات عمي واخداني في حضنها بتطبطب علي. فقلت لها اخويا مات، مش راضيه ترد علي. قلت لها بس يبقى اخويا مات. فانا اللي طالبه منك يا شيخه والله العظيم، اللي طالبه يتعدم ان شاء الله. اللي طالبه من ربنا، مش عاوز اي حاجه خالص. يعني في ناس بيقول خد وما ياخدش، انا راجل ما دخلش على ابني، على عيال ابني قرش من يقول جاي من، انا عاوز الواد ده هو روحي ابني يتعدم عشان اعمل معزل ابني تاني، مش عامل عزل اذا ما الواد ده هو روحه يتعدم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزلت قريه شباس عمير التابعه لمركز مدينه كلين محافظه كفر الشيخ عشان ارصد لكم احداث مؤسفه ومخزيه للاسف الشديد. النبي عليه الصلاه والسلام وصى على 7 جار. انا هتكلم عن الجار الاول، الجار اللي هو في مثابه الاخ الصغير ومثابه الصديق ومثابه الصاحب. غدر بصاحبه سمير عنده 30 سنة، متجوز ومعاه ولد وبنت، متجوز بقاله تقريبا 7 سنين، يعني لسه ما فرحش. بيشتغل في الجبس. سمير تقريبا كان في 100 جنيه لصاحبه اللي هو اسمه محمد، اداها لوالدته وقال لها ديت ال 100 جنيه بتاعت سمير. ازاي بقى سمير يدي ال 100 جنيه لوالدة محمد؟ تربص له واخد سكينة وراح لسمير المحل وطعنه عدة طعنات متفرقة لحد ما انهى حياته. زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديوهات اللي حصل بالظبط، الفيديوهات موضحة كل حاجة. كل الشكر والتقدير لرجال مباحث كفر الشيخ، قاموا باللازم وعلى الفور تم القبض على الجاني. اهلا وسهلا بك يا حاجة، والبقاء لله. البقام
قولي لي يا حاجه ايه اللي حاصل وايه اللي حصل؟ يعني احكي لي الحكايه بالظبط. اصل ما كانش بينهم وبين بعض حاجه. انت بتقولي بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض اجي والبيت اوضب اهو الاكل قصاد. الصبح، اه. تعالى يا سمير يلا نفطروا. مم. يقول لي يما كملي بس وضب الفطار يما، لما ازعج لمحمد ويجي ياكل معايا لب، مم. عشان غلاوته من غلاوي الساجد يما. مم. أقول له الساجد أمال يا ده حبيبي؟ ابنه اللي ده هو سمير. أمي. اقول له امال يا حبيبي يجي ياكل وياه ويمشي. يجي الظهر يا سمير تعالى يا حبيبي نتغدى يا سمير. يقول لي يما انت عارفه يما انا ما باكلش لقمه من غير محمد، هروح ازعج لمحمد يما واجي ابص الاقيه داخل بي، جايبه تحت باطه وداخل بي، يقعد ياكلوا ويشربوا. هات سجاير يا سمير، يقول له خد 50 جنيه معاك اهي، هات لك علبه سجاير وخلي الباقي في جيبك. طب انا شايفه يا حاجه ان ده بيتكم وفي القسطاط على طول. ايوه بيت يعني انتوا عيلتك يعني تعتبروا بيت واحد. بيت. طيب ويعني انت علاقتك باهله كمان كويسه وعارفين كويسين. بعض واكنكم كويسين خالص امال ايه اللي حصل؟ وكنا حلوين خالص. جه المغرب قال لي يا سمير، بقول له تعالى يا سمير نتعشى بقى يابا، انا وضبت الاكل. انت عارفاني ياما ما باكلش لقمه من غير محمد، هروح اجيب محمد واديه كل طاقه كده يا حاجه. كله والله يا رب كل طق، وانت اللي تشهد علي. يروح يجيبه برضه ويعشيه معانا، وهو ماشي يقول له خد يا سمير ال 100 جنيه ده يا محمد، هات لك سجاير يابا وخلي الباقي في جيبك اصرف منه. هو كان شغال معاه؟ اشتغل معاها اسبوع. اسبوع واحد كده بس؟ اسبوع ولا ان كان اسبوعين. جه لما عمل مشاكل في الشغل وكده، ابوه قال له يا ابني عشان عدم المشاكل وانت اللي هتقع فيه ما تاخدش محمد وياك الشغل. كان سلوكه وحش بقى، كان طبعه عفش مع العالم. بصيت لقيت سمير سايبه وماشي هو وصاحبه اللي هو شريكه في الخشب ده. ابني ما كانش ليه في الغلط خالص، ابني كانت الدنيا بحالها طوب الارض كانت بتحب. خد نفر تاني وبيشتغل، دي كان فضل له بقى 100 جنيه. ابني ما كانش بيحسب اللي هو بيديهوله، كان عند ربنا كله، كان فضل له 100 جنيه. جت امه بتقول له يا سمير ما معكش 100 جنيه؟ قال لها خد ال 100 جنيه بتاعت محمد اهي، اداها لامه. جاي هو بيقول له يا سمير نهار اللي حصل بقى، هات 100 جنيه اللي عليك يا سمير. قال له انا اديتها لوالدتك. قال له انت بتديها لوالدتي؟ قال له ايوه. قال له طب انا عايز ال 100 جنيه يا سمير. قال له طب يا ابني انا هديها لك بس لما علاقه محمد كانت بوالدته وحشه؟ ايوه ايوه علاقته كانت وحشه. فبصيت لقيت سمير قال له انا همطر الدار يا محمد وهديك يا حبيبي ال 100 جنيه. يعني ايه؟ مش مديله يعني بيمطر شغله. هديك ال 100 جنيه يا حبيبي. قال له ما ردش علي. جاي ابني بقى واقف بره، كان يتقطع لسانه وانا بقول له روح هات له كوبايه عصير. طالع رايح يجيب له كوبايه عصير من الحصان. فابنه قصاد قال يما بيبعت لي ساجي ياخد لك الكوبايه العصير. فانا ما مراته قاعده على باب الشارع وسجلتها كده. فالولد ديت قالت له روح له يا ساجي هات من ابوك يا حبيبي كوبايه العصير لستك حبيبي. قال ماشي. فماشي من خوف ابوه على الولد، جاي خايف عليه من التكاتك والعربيات بيعدوا هنا سريعي، من خوف على ابني جاي نازل من الدكان. كان ابنه راح قرب من ابوه نازل من الدكان عشان ياخده، يا دوبك خد ابنه في حضنه. كان دكان طالع وهو طالع ديت قالت له يا محمد، قال ايوه ما ردش عليه. قالت له خد ساجد في ايدك يا محمد وديه لابوه. خد ساجد في ايدك. شوف الامان لحد فين اللي هو القاتل، اللي هو القاتل ده. بنقول له خد ساجد في ايدك يا محمد وديه لابوه. ما ردش علينا. جيت انا بقول له يا محمد خد ساجد يا حبيبي في ايدي اديه لابوه، اديه لابوه. ما ردش علينا. فابوه جاي جري يا دوبك شال الواد في صدره، كان دكات مقدم الوش في الوش، شال الواد كده اهو ودكات بيدبح في الولد، بيدبح في ضناي شرك الولد. ابني بقى ياخد السكينه ويتضايق خوفه على ابنه. ابنه كان في حضنه خوفه على ابنه، كان ياخد الضربه السكينه ويتضايق كده بيخبي في ابنه. طب يعني هو ما اظهرش ان في مشكله ما بينهم؟ ما قالكيش مثلا لا. انا عايز ال 100 جنيه ابنك مزعلني اي حاجه؟ لا يا ريته كان جه قال لي كنت صفت ميت عينيه ده واديتها له، كنت اديتها له بس كان سابهولي على قال كنت هشوف نوره، كنت همشي على نوره. هو ما قالناش، ما كانش فيه مشاكل بيناتنا خالص. هو لقيته دابز طلعت على الصوت دي على الصوت دكات من خوفه على ابنه ياخد الضربه والضرب ابنه شمال، ياخد الضربه والضرب ابنه يميل لحد ما لطش ابنه بالمطوه في ركبته. هتشوفها دلوقتي.
برضه لقيت لك دي طلعت تجري وتسرق. طلعت بقى انا بحسب عركه بره كده، طلعت بره جري، طالعه بره اني جري. لقيت لك بقى ما حدش يشوف ناره، ما حدش يدوق ناره. الاقي لك ابني عايم في دمه في روح العمود، راجل عايم في دمه في روح العمود، الرجاله بتشيله مش عارفين يشيلوه ومغم. يا ريته بصلي، لو كان بصلي ده انا كنت مهبط نار، انما الرجاله بتشيله مش عارفين يشيلوه. عمه من انصراعه شال الواد غمره، خد الواد في حضنه غمره غم. اديني قلبك الصبر بي عشان يصد نار ابني. جم شادين من على دماغ الخماع وكنتوا مجرح ابني بس يخسر. كان ابني من الصف، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان ابني من الصفي. لا إله إلا الله. انا شفت مرزر ابني نزل، جال انصراع، جال انصراع. رد فعل اهله كان ايه؟ دهني يعني عادي. جت لقيته مكفين في البلكونه، بيتفرجوا عليه لقيته مكفين في البلكونه بعد الاكل والشرب والاحتضان اللي انتوا والاكل احتضنتوا بيه؟ والشرب احتى. المشكله كان بيحتف عليه وعلى اهله، كان بيحتف عليه وعلى اهله. مش هاممهم حاجه ولا ولا زعلوا ولا اي حاجة. حاجه. دول ما يعرفوش ربنا، اللي يعمل كده ما يعرفش ربنا ابدا، ما يخافش من هيبه ربنا، ما بيخافش من هيبه ربنا. انا عايزه اعدامه، اعدامه اللي هيبرد نار امي، عايزه اعدامه اللي هيبرد نار امي. تعدمولي في مدامعه زي امي ما تقتل في مدامعه مراقد بناتهم كلها. انا من ساعه ما شفت ابني وانا عنيبل عنيبل يا ناي. لا حول ولا قوه الا بالله. طلعني استاذنك يا حاج، استاذنك اخد كان مرات سندي. ابنك. كان ربنا يصبرك، يصبرك علي. ربنا يصبرك. تعالي يا روح، كان تعالي يا زي أختي. ضنم. تعالي. معايا دلوقتي ايمان زوجة سمير، واللي شافت جوزها وهو غرقان في دمه هي وابنها الصغير. البقاء لله يا ايمان. علي صوتك. قولي لي يا ايمان، يعني انا شايفاكي في الفيديو وانتي بتجري على جوزك. اول ما شفتيه يعني كنت متوقعه كنت متوقعه ان صاحب عمره هو اللي يعمل فيه كده؟ لا والله. امال ايه يعني اللي قالك ايه؟ استقبلت الخبر انا إزاي؟ ما فيش حد قال لي حاجه. انا كنت قاعده بره هنا على الشارع وهو جوزي طالع من البيت، فبهزر معاه بقول له انت رايح فين يابا؟ قال لي رايح مشوار وجاي. بقول له جلابيه قصيره؟ قال لي لا عاد الكم اللي واسع. فبقول له، قال لي خلي العيال. قلت له لا خد عيالك معاك. قلت له روح مع روح يا سيد مع ابوه. مشى مع ابوه راح الدكان. البيت جاء، انا قاعده بهزر انا ومرات عمه. والدته قال لي والدته راح اجيب لك يا ماما كوبايه عصير واجي. فانا قلت له يا سيدي روح مع ابوك هات له كوبايه العصير لست. الواد صب راح وساب ابوه جاي في السكه. انا قاعده على طلعت دي بقول له يا محمد خد الواد معلش ادي لابوه. ما ردش عليا، سبته ما ادتش. لو اعرف ان جو اللي هو ماسك السكينه الجوز كنت رحت عشت جوز او يعني هو ما كانش يعني مش حاسين ان في مشكله ولا اي حاجه؟ كان بيخش ياكل معاه في قلب بيته، يعني بنباش معاه ال 100 جنيه لعياله يطلعها ويديها له. يقول له عيال ولا هو محمد زي عياله. اما يصرف كأن عياله صرف انت صرف. قاعدة وعادي ما فيش أي حاجة. سمعت صوت أنا ماشية يعني عادي يعني. راح بقول تدعرك الشباب عادية. راح أبص ألاقي أخو اللي قتل جوزي بيرقد جوزي. فكرت إن هي عركة برضو شباب عادية وبجري. فكرت إن هي عركة عيال شباب عادية وبيتخانقوا وماسكين في عنق بعض. دورت الجاري، جريت على ما كنت بمشي والله. دورت الجاري على رجلي اروح ابص الاقي جوزي غرقان في دم. عارفه يعني لما شفت المنظر غرقان ويبص لي كده جوزي طلع من هنا ميت والله ميت. ما بيكذبوا عليا وبيقولوا جوزك جاب السكه بس عملوا جوزي جد ميت. انا حرام لما ما يعمل جوز عيل زي طلع والله ما كان لي الا هو بالدنيا. والله العظيم كان هو ابويا وكل حاجه في الدنيا. كان هو دنيتي بحل والله كان هو دنيتي بحل. انا ماليش حتى اللي هو والله مالي احد لا ام ولا اخ. هو كان كل حاجه في دنيتي. انا اعرف اما يتاخد غدر كده اهو. انت كنت افتكر العيش والملح قبل ما تقتله.
بص لابنه هو على دراعه عيل زي ده ما صعبش علي هو بيقتله. والله ابني ما بوريني نمت لله. ويقول لي يا ماما عمو ضرب، اقول له لا بابا سافي، بابا سافر وجاي ساعد. يقول لا يا ماما ده عمو قتله بالسكينه كده وبابا ما صعبش عليه الولد. لا بس يكذب عليه ازاي؟ واحد سيدي مجري كان بيضرب امه، كان بعد مسك الطاقه في دماغ اخوه بالحزام، فتح دماغه نصين، خلى اخته هي بنت هدومها في الشارع. جوز اللي ستر عليهم كان بيموت امه، جوزها حتى يرقي خشم من البلكونه وراح جابه وركز. كانت بتطلب اي حاجه في البيت كنا نديها. والله عمره ما كانش في فرق بين خالص، اي حاجه كانت عايزاها كنا نديها. والله ده كله عشان كنت 100 جنيه. محتبراه والدتي، ده كله عشان 100 جنيه. كنت محتبراه يعني هو والدتي. يضحي بده كله عشان 100 جنيه؟ هو اخوه احترف. يا طب تعالى قول لي يا عمتي مي، اخويا محترف، اخويا هيموت عمي سمير. اخوه كان يعرف؟ عارف ان هو ما نعرفش الا قريب. والله اخوه ما راح المحكمه قال اخويا كان ناوي على موت. بيقول له طب قول لي يا عمتي مي، اخويا هيموت عمي سمير. ما كنتش طلعت جزء من الدار والله، بس هو طلع لي قطره ونصي. ما قلتش غير حسب الله ونعم الوكيل. وعايزه حق جوز، عايزه ينشن حق اليتامى، ينشنك بالله عليكم. انت حاسه بالنار اللي فيه والله. ربنا يصبر قلبك. والله ما انت حاسه بالنار اللي فيه. والله حاسين كان صعب والله، والله العظيم صعب. انا مؤمنه بالله واحده بالله، اعرف ان دي قدر ونصيب، بس ما كانش يموت الموتة دي. ان شاء الله حقه. عايز اعقب حياة حبيبك ان شاء الله. حياة حبيبك النبي. قضاء مصر عادل، حرام ان شاء الله حقه هيرجع باذن الله. الله يرحمه ويسمع. معايا الاخت الوحيده، وهو كمان كان اخ وحيد. سبحان الله وتعالى. يعني الاخت مرتبطه باخوها لحد كبير جدا، لدرجه ان هي شافت الفيديو لاول مره قدامنا، انهارت انهيار رهيب. كان سندها بعد ربنا سبحانه وتعالى، كان عائل البيت الوحيد، كان بيودها. دلوقتي هي ملهاش حد بعد ربنا الا امها وابوها، ربنا يخليهم ليها يا رب. اتعرف بيك. فاتن قدر. انت الوحيده صح؟ ايوه مش انا وهو بس. وهو بس. متجوزه؟ متجوز ليه 6 سنين. قابلت الخبر ازاي؟ كنت هنا ولا كنت؟ لا انا كنت في بيت جوزي. يعني ايه اللي حصل له ما كنتش اعرف. طلع اشتري لمني قدام المغرب، لقيت واحده جارتي بتقول لي ايه يا فاتن روحي، كنت في محل يعني، قالت لي بروحي ايه بص على اخوكي. انا طول عمري ما بستحملش فيه ايه حاجه، لسه ما فيش الا هو. اصل انا اللي ربيته، هو مش اخويا ده ابني، انا اللي ربيته وكبرته وجوزته. كانت امي بتطلع مع ابويا تشتغل وكانوا بيسيبوهولي، انا اللي ربيته والله. دي كان حته مني. قالت لي يا فاتن روح بص على اخوك. بقول لها مال اخويا؟ قالت لي يا شيخه ما فيش، ده باين متعارك مع واحد في شارعكم. قلت لها تعور، حصل له حاجه؟ قالت لي باين تعور حاجه بسيطه، اصل انا شفت والدتك بتجري على المركز وبتلطم على صدرها وبتقول يا حبيبي يا ابني. انا بقى الدنيا لفت بيها بقى، لقيت جسمي بيرتاش مش قادر اصله بطولي. داخله على الشارع لقيت عم جوزي مجابني بيقول لي انت فين يا فاتن؟ قلت والله يا ابو عثمان راح ابص، كنت بشتري ريوس. قال طب روحي دلوقتي. في يا جماعه جابلنا حمايه في نفس الوقت، فاتن خدي نفسك وروحي عند ابوك. في يا بابراي حسيتي بحاجه بقى؟ انا بقى خلاص قلبي وجعني. انا طالعه اجري على جوزي، طالعه شقتي مش قادره اطلع لجوزي، جسمي بيرتعش وحنكي بيرتعش. بقول له تعالى دلوقتي ودينا عند اهلي. فهو مش فاهمني. في يا فاتن؟ قلت له ما اعرفش، ما حدش راضي يقول لي. بيقول روح شوف اخوك. انا ما اعرفش اخويا مال، تعالى وديني دلوقتي. متجوزه بعيد عننا؟ ما بينهم مسافه يعني كبيره كده، يعني مش بعيده ولا حاجه، مسافه بسيطه يعني. فانا جوزي نازل لقيت مرات عمي واخداني في حضنها بتطبطب علي. فقلت لها اخويا مات، مش راضيه ترد علي. قلت لها بس يبقى اخويا مات. ايه اللي حصل له؟ يلا جسمي سب ولساني اتربط خلاص. بجري على السلم، مرات عمي تشدني، اقول لها سيبوني راح اشوف اخويا. جاي على نياتي على اساس متعور حاجه بسيطه، مثلا عركه بسيطه كده، مش فاهمه حاجه. محدش اداني تفاصيل ولا قالوا لي ايه اللي حصل له مش حصل له. داخله لقيت مرات اخويا واقعه من طولها وامي واقعه من طولها والناس ملمومه حواليه. اديني صبري بقى. لقيت نفسي بقى بصرخ حبيبي يا اخويا. يقول اخوك جاي. قلت لهم لا اخويا ما هو جاي بقى خلاص.
اخويا خلاص كده مات. ايه اللي حصل يا جماعه؟ والله ما شفت فيديوك يا سمير يا اخويا الا دلوقتي، والله ما شفت الا دلوقتي. طلع ياخد ابنه قدام الفيديو، طلع ياخد ابنه. ازاي نشوفه بقى لما بيضحك لابنه راح ياخد ابنه ويبص يلاقي نازل عليه ويمرغه في الارض؟ شفت المنظر الفيديو؟ مفيش إلا هو. شفت. لما طلعت اللي مدينا لاخوي سندي كسرني من الحرم، كسرني، خد سندي مني، هو اللي كان بيودني، ما كانش بيقول لي يا دنيا حبيبتي. يعني يوم ما عياله ضمت لو ما قالوش يا عمتي كان يتهبل. عمتكم حبيبتكم ده انا ماليش الا هي، عمتكم ماليش الا هي، حطها في عينيكم والله يا ابله كان بيقول لها حطوها في عينيكم عمتكم حبيبتكم. خد روحي مني يا ناس. اللي انا طالباه منكم الواد ده يتعدم قدام العام كله، يعني مش، لا انا عايزه كل الدنيا بحالها تشوفه زي ما الدنيا بحالها اتفرجت على اخويا بيصفي في دمه كده. لا انا عايزه الدنيا بحالها تبص عليا. الواد ده النهارده قبل بكره، انا مش عايزاه يصبر اكتر من كده والله يا ابله. والله كان بيديله لبسه اخويا ده طول عمره، كان يجي الواد ده كان يجي اكله وشربه وقعدان. يا سمير حس سيجاره، لا يا محمد اللي في جيبه، هو اللي في جيبه اخويا كان يطلعه له زي ما بيطلع. خد يا محمد هات لك علبه سجاير، خد يا محمد هات لك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها. امه واخته وسته وعماته واحد. ما تكلمتوش معاهم بعد الحصل؟ يعني بعد الواقعة ما شفتهمش؟ ما كانش متأثرين؟ انا بقى جيت بقى ما لقيتش حد منهم. بعدها بسأل قالوا لك امه واقفه في البلكونه عادي واخته واقفه وسته قاعده عادي. انا جيت جايه بصرخ على اخويا وسته قاعده عاديه يا ناس. شفت الافتراء، شفت افترة سته قاعده عاديه. فواحده بتقول حسب الله ونعم الوكيل فيك يا محمد. تقول لها ما تدعيش علي، دي بس ست صالحه، دي بس ست صالحه. بتقول العالم ما تدعوش علي، بتدعوش على مننا ليه؟ تملكم قتل ابني يا ناس. شفت انت بقى الافتراء؟ ناس كده ما عندهاش والله من الولدين. ان شاء الله حق. انا طالبه منكم اعدامه، اعدامه. كلنا ثقة في قضاء مصر العادل وان شاء الله حقه رجع باذن الله. معايا دلوقتي الحاج فريد ووالد سمير الله يرحمه. البقاء لله يا حاج. قول لي يا حاج، يعني بعد يعني التربيه ومتربين مع بعض واكلين وشاربين مع بعض وفاتح له بيتك وولاده، يعني هو معتبره زي ولاده زي ما هو بيقول على حد كلامه، يعني انتوا ما لاحظتوش ان في سوء تفاهم بينهم؟ حاولتوا تحلوه قبل ما هو يعمل عملته اللي مش كويسه كده؟ يا ريت كان قال لي لو في فلوس بتاع كان ماشي. ده 100 جنيه، يعني 100 جنيه دي يعني هو ال 100 جنيه ديت ما تجيب ولا اي حاجه والله. ولا يعني 100 جنيه بس، لو طلب مني 1000 كنت اديته. لو قال لي يا عم فريد سامر عليه 100 جنيه وانا عاوزها، ربنا اللي يعلم كنت اديتها له كام. غير كده اللي انا مدي الواد ده فلوس، يعني ربنا اللي يعلم. مثلا ما يطلب 20 اديها له، 30 اديها له. خد يا ابني بلاش السجاير دي يا عم فريد، مش مشكله. يجابني احب راسي، يعني مفيش اي حاجه. مش عارف ايه اللي حصل مره واحده اللي هو يعمل في ابني كده. فانا اللي انا عاوزه عاد يعدموه عشان ظلم عيل من غير ذنب. والله ابنك الوحيد يا حاج، مفيش غيره بعد ربنا. مش سايب عليه ساجد وهو شايله؟ انا مش عارف، دي عيل كافر، دي عيل ما فيهوش رحمه. يعني انا شايفه الفيديو ساجد في حضن ابوه، مش ما سايبش عليه، ما قالش الولد الصغير ده الحمد لله اللي هو ما ماتش معاه. الحمد لله للسكينه. هو دوكت راجل في اللي في كفيه وماسك ابنه، خايف عليه منه. لما لقى واحد دخل عليه الواد بقى ابني ده ادى امان لده، فجي سايبه. بس بعد ما اذاه بقى، بعد ما زال ينقطع ايده. تقول له بقى بعد ما انت فاتح له بيته وبعد العيش والملح، تقول لي قالوا ايه؟ انا سالت يعني على اهله، قالوا كانوا بيتفرجوا من البلكونه عادي جدا واخوه كان عارف وما فيش اي حاجه. حابب تقول لهم ايه؟ انا اقول لهم دول ناس ايه يعني؟ دي ناس اصلا هم لهم سيره وحشه في كل مكان يا ابني، يعني مش كويسين. حتى الجهه اللي هم رغم السيره الوحشه كنتوا بتعطفوا عليهم. ايوه والله، عشان الجيل، عشان زي النبي ما قال عليه الصلاه والسلام، زي النبي موصانا. احنا قلنا عشان احنا ناس طيبه واصلين لربنا فعلا، فبنقولوا ما يهمش يشتموا عيالنا، مش مشكله. حابه صالح وحابه نعمله ماشي، مش مشكله. بس اللي هو درجه اللي هو يروح يقتل ابني،
ده يعني ما حصلتش يا جماعه والله. لو واحد مسيحي ما يعملش كده، لو يهودي واحد بيشغلك معاه. وانا يعني بقول له يا محمد اما تعوز اكل، ابني دي كان اكتر شغله صايم في اي بيت يخش فيه، ما كانش بيحب ياكل عند حد، فطبعا كان بيبعت ديه. مراته ست متنقبه، ما بأمنش حد يخش على بيته الا الواد ده اللي والله. هو والله اللي هو. وقبل اقول له يا طعنه محمد، ما بتجيش الا من اقرب الناس. الله يديك الصحه يا ابني. ما هو ده اللي مزعلني. اخوك تعمل فيه كده؟ ده الباب بيفتح في الباب يا جماعه، يعني الباب بيفتح في الباب. فانا اللي طالبه من ربنا عدمه النهارده قبل بكره، وما اشوفش اي مخلوق من اهل البيت دي في وشي. ما اكيد مش هتقدر تشوف. انا عشان كده برضو، عشان ما اعملش الغلط، قلبي فيه نار من جوه. ربنا لو يا مش رب. انا هيبقى اهل بيتي برضو اخواتي. ليا اخ كبير النهارده ربنا يستر عليه، حقيقي ربنا يستر عليه. داخل ربنا يا عليه رب. دور جلطه والله، ربنا يا رب. من كتر الزعل على ابن اخوه وعلى اللي شافه النهارده من ابن اخوه، من العيال وعيات العيال يا ابني. فانا اللي طالبه منك يا شيخ والله العظيم، اللي طالبه يتعدم ان شاء الله. اللي طالبه من ربنا، مش عاوز اي حاجه خالص. يعني في ناس بيقول خد وما ياخدش، انا راجل ما دخلش على ابني، على عيال ابني قرش من يقول جاي من، انا عاوز الواد ده هو روحي ابني يتعدم عشان اعمل معزل ابني تاني. مش عامل عزل اذا ما الواد ده هو روحه تطلع يتعدم. انا شايفه بنت ابنك وهي بتقول لك بابا مش راجع تاني، الكلمه دي اثرت فيا قوي. برضيها يا ابله، بقول لها يرجع. هي شافته؟ هي بقول لك شافوه هم وبيرجع دم كافر، ضربوا العيال رمحوا. دي كان من ضمن الناس اللي بترمح بقى. بنت شافته وابنه شافه، منظر يزعل والله، والله منظر يزعل يا جماعه. انا بقالي 3 ايام ولا 4 ايام نار ما بدوكش الزيت في حنكي، حرام والله. قبض عليه؟ ايوه اتقبض عليه، اتقبض عليه، بس عاوز ارتاح انا والست ديت ومراته وعياله، الواد ده يعدموه. وجه كلمه للمباحث بقى واشكرهم ان هم يعني والله عملوا معايا وكيل النيابه، الله يكرمه، عمل معايا الصح. وناس من بلدي من هنا برضه عملت معايا الصح. واحد هنا اسمه الاستاذ علاء، الله يوسع عليه، برضه وقف معايا وقفه صح، ووصلني للناس حلو. والناس كلها واقفه معايا عشان انا راجل على الله، ماليش دعوه ولا مشاكل في شغلي ومن بيتي. ان شاء الله يا حاج، بس ما يحصليش كده، حقه جاي باذن الله. وعندنا قضاء، حرام والله يا جماعه، عندنا قضاء مصر عادل، وكلنا ثقه في ربنا وفي قضاء مصر. ده سبق اصرار وترصد، وكان عازم النية ومبيتها واخد السلاح معاه ودخل عليه خلاص. يا ابني ده اخوه في اكتر من اخوه يقول لوكيل النيابه ايوه فعلا كان بقاله اسبوع عاوز يضربه ويموته. وده كله وانتم ما تعرفوش. واخوه اللي شاله، وده كله كان بيجي ياكل. اخوه اللي شال ابنه وحطه بالتوك توك، اخوه اللي شاله يا جماعه وحطه بالتوك توك، وراح شاهد على اخوه قال له فعلا كلب بقاله اكتر من 7 8 ايام بيقول هقتله، بس احنا مش حاطين في دماغنا اللي يوصل لكده. وقتله حقه باذن الله، حقه يتعدم يا ابني. طلبوا من ربنا، ان شاء الله، بربنا الاول وانتوا بعد ربنا باذن الله. والقضاء قضاء بعد ربنا سبحانه وتعالى. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ زي ما حضراتكم شايفين حال الولايه، امه وزوجته واخته الوحيده، مفيش الا الاب زي ما حضراتكم شايفين، كبير في السن، راجل مسن بيبكي برضه زيهم بالظبط. قهر الرجال، ابنه الوحيد تاخد قدام عينيه وسايب اطفال. طلباتهم مشروعة جدا، عايزين القصاص. احنا كلنا ثقة في ربنا، كلنا ثقة في قضاء مصر العادل، ان حقهم هيرجع بإذن الله عليه. كل الشكر والتقدير لرجال مباحث، رجال الداخلية عامة، نيابة كفر الشيخ، عملوا اللازم كله. الولد دلوقتي محبوس تحت طائلة القانون. وبكرر الشكر تاني رئيس مباحث مدينة قلين على المجهود المبذول اللي عمله. إن شاء الله كلنا ثقة في ربنا وفي قضاء مصر العادل، وحقه راجع بإذن الله. بكده انتهت حلقتنا النهاردة. دمتم في رعاية الله وأمنه.